احلى متابعين، اهلا بيكم. شايفين؟ سامعين القرمشه؟ تحفه جدا. مين فينا ما بيتبقاش عنده فينو لتاني يوم او لتالت يوم وتبقي مش عارفه تعملي بيه ايه وتستخسري الفينو لان الفينو بقى غالي جدا. النهارده هنعمل بقى طريقه سهله وجميله، هتتمنى ان يفضل فينو بايت عشان تعمليه بالطريقه دي، وهياكلوه وهيبقوا فرحانين بيه جدا. ينفع فطار مع كوبايه شاي او عشاء. يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ده طبق فيه معلقتين زيت زيتون او زيت عادي او اي زيت يعني. بحط نص معلقه ملح ونص معلقه كمون، نص معلقه زعتر لو عندك حطيه، لو مش عندك عادي ما تحطيش، ونص معلقه بابريكا، ومعلقه توم. كل دي معالق صغيره، حتى معلقه التوم كل دي معالق صغيره. وبقلب كله بدوبه كده لحد ما كل حاجه تدوب والملح يدوب. ودول اهم رغيفين فينو بايتين زي ما انتم شايفين كده بايتين. اخدهم بقى بقطعهم، تقطعيهم بالمقص او بالسكينه اي حاجه، بتقطعيهم دواير كده اهو. تحفة جدا. الفيديو ده هعمله معاكم الفينو الحادق بطعم الحادق. هعمل معاكم الفيديو اللي جاي الفينو بطعمه الحلو، هنعمله حلو وحادق. في اخر الفيديو هنزل لكم الحلو اهو. شايفين؟ بقطعه بعدين بفرده كده عشان يبقى مدور. بس قطعت كل الرغيفين وبعدين بجيب صينية وبعمل بقى ايه بالخليط اللي انا عملته. بدهن الصينية كويس اهو، بدهن الصينية كويس عشان لما ارص فيها الفينو ياخد من الزيت من تحت اهو، ياخد من الزيت من تحت. وانا بقى هعمل من فوق، هعمله تاني من فوق، هحط الخليط من فوق كمان اهو. عملت كل الكميه حطيتها في الصينيه، وبجيب الخليط اللي انا عملته وهحط على الفينو، هسقسق كده الفينو بيه اهو. تحفه تحفه، بيبقى طعمه لذيذ جدا. هعمل كل الكميه برضو كده، وبعدين باخده بقى بكون مولعه الفرن واحطه في الفرن واسيبه ربع ساعه او اكتر لحد ما يتحمص معايا وكده اهو. يعني ربع ساعه تلت ساعه بيكون اتحمص حسب الفرن بتاعتك، يعني انت بيبان قدامك ان هو اتحمص، تحط ايدك عليه كده تحسي اتحمص. سامعين الصوت؟ اتحمص خالص مع الخلطه اللي انا حطاها، مع طعم الثوم وطعم التوابل. تحفه. كان وهو بيتحمص كان اصلا ريحته جايبه اخر الدنيا. احلى سناكس. وكمان غير كده انا كنت يعني فطرت بيه مع كوبايه شاي، اتعشيت بيه مع كوبايه شاي كده او شاي بلبن. والعيال هيفرحوا بيه قوي. ده ممكن ياخدوا معاهم المدرسه كده، يعني ممكن الفينو ياخدوه المدرسه كده ياكلوه. تحفه، عجبهم قوي. يعني مش قادره اقول لكم جماله. يا رب يكون عجبكم، واللي يعجبه يعمل لايك عشان اللايك بتاعكم بيشجعنا جدا. واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش الفيديو اللي جاي في الاخر. أتينا يا سادة وهي لقطة وما فيش عادة، وكله جديد في جديد كالعادة. هنزع على يرسلك السعادة على وضع البلد اللي جابتني. أنا بعدي ولا أنت نسيتني؟ وافتكر أنت في يوم قسيتني، ويا ريتني ما شفتك ولا